السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. وصفتنا النهارده الرقاق الطري، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناتي على اليوتيوب، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكيلو، وهكتب لكم البدائل الموجودة في الفيديو في صندوق الوصف برضو. واتمنى ان انتوا في كل فيديوهاتي تبصوا في صندوق الوصف، وهو بيبقى سهم اسفل الفيديو، بتضغطوا عليه وتشوفوا كل المعلومات الموجودة عن الفيديو. وانا كمان هنا عامله كميه كبيره، فهكتب لكم كميه اقل في صندوق الوصف عشان اللي عايز يعملها لاول مره. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معايا دقيق ومعايا الخض، والخض دوت اللي هو بيطلع من القشطه او من الكريمه لما بنيجي نعملها سمنه، بيدي طبعا المخبوزات طعم جميل وريحه جميله. ومعايا ملح ومعايا لبن رايب ومعايا سمن بلدي او سمن نباتي او خليط بين الاتنين. هنا هحط الملح على الدقيق الاول وبعدين اقلبه كويس، وبعدين ان انا ابدا اضيف السوائل بتاعتي. هنا ضفنا الخض، وطبعا هنضيف السوائل واحده بواحده زي ما انتم شايفين كده، عشان طبعا انتوا عارفين ان اختلاف نوعيه الدقيق بتختلف طبعا بدرجه استيعابها للسوائل. زي ما انتم شايفين كده هنبدا برضو ان احنا نضيف اللبن الرايب بتاعنا واحده بواحده، وهنبدا ان احنا نقلب الدقيق من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده. وننزل الدقيق الموجود هنا على الاطراف عشان ان هو يقدر يختلط بالسوائل الموجودة هنا عندنا. احنا عايزين عجينة فيها رطوبة وعجينة ملساء ولينة عشان تدينا نتيجة كويسة. وطبعا العجينة بتلاقيها بتلزق في الايد كده بعد ما تخلص. هنا طبعا احنا هنعجن كويس، مش هنخلي فيه ذرات دقيق خالص زي ما انتم شايفين كده. وانا هنا العجينة احتاجت مني في الاخر كوباية مية، فضفتها لها بالتدريج كده برضو. وطبعا هنا هنبدأ نضيف السمنة، والسمنة بتاعتنا دي سمنة بلدي مقدوحة مع سمنة نباتي، وطبعا سيبناها ما تدفى خالص، وطبعا ما ضفناهاش سخنة على العجين مباشرة، فهنسيبها تدفى شوية وبعدين نضيفها للعجين. هنا هنبدأ ان احنا نفتح العجين زي ما انتم شايفين كده عشان يبدأ يتشرب السمنة بتاعتنا. بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها كده. هنا العجين بدأ يتشرب السمنة بتاعتنا اهي، وطبعا الطبق بتاعنا نضيف منضفينه من العجين خالص. هنا بقى بعد ما العجين يتشرب السمنة هنبدأ نعجن، نلم العجينة، مش هنبالغ في العجين علشان العجينة متعملش عرق معانا وما تيجي تخبزيه يشد معاكي زي الاستيك. بس هنلم العجينة بس زي ما انتم شايفين كده. عجينة ملساء ولينة في نفس الوقت وفيها رطوبة. هنبدأ ان احنا نقرص العجين. طبعا احنا جايبين طبق وحاطين قماشة بتاعت المخبوزات او العجين، ونخلين عليها دقيق، ونبدأ ان احنا نقرص العجين زي ما انتم شايفين كده، او الرقاق زي ما انتم شايفين كده بحجم البرتقانة البلدي. هنحط على ايدينا دقيق ونبدأ ان احنا نقرص الرقاق. طبعا هنا بعد ما قرصنا كل الكمية ديت هنغطيها بكيس بلاستيك وتسيبها ترتفع شوية علشان نقدر ان احنا نخبزها ما تشدش معانا، او العجينة ترتاح شوية لمدة ربع ساعة. ونبدأ ان احنا بقى ايه نعجن فيها زي ما انتم شايفين كده. هنبططها من فوق ومن تحت، من وشها ومن ظهرها، يعني نبططها على وشها وبعدين نقلبها على ظهرها عشان كلها تكون بسمك واحد، ما تكونش الوسطانية بتاعتها تخينة واحرفها رفيعة او تكون العكس فتبوظ مننا. فاحنا هنحاول ان احنا تكون انها سمك واحد زي ما انتم شايفين كده. بعد ما الرقاقة بتكبر بنحاول ان احنا نركز على الاطراف بتاعتها، نفردها كويس ونحط دقيق
بس ما تبالغيش في ان انت تشيلي الرقاقه وتحطيها علشان ما تبص منك، مثلا وسطانيتها تبقى تخينه واطرافها تبقى رفيعه، او العكس تبقى وسطانيتها رفيعه واحرافها تبقى تخينه او سميكه، فما تظبطش معاكي وتتقطع معاكي. زي ما انتم شايفين كده برحي العجين على ايديا بعد ما بخلص الرقاقه، بفردها كويس زي ما انتم شايفين كده بتبقى رقيقه جدا. بنرق العجينه على ايدينا كده ببطن ايدينا، صوابعنا ما تجيش على العجينه عشان ما تقطعهاش من النص. زي ما انتم شايفين كده بطن ايدينا، ونبدا ان احنا نرحي العجينه او نرقها على ايدينا زي ما انتم شايفين كده. هنا بنحطها على المطرحه بتاعتنا. هنوريكم كمان زي ما انتم شايفين كده برضو بنفرد، وبعدين بنسويها بالنشابة او بنسويها بعجلة الخبيز، ويفضل انها تكون كبيرة علشان انها تفرد معايا العجينة كلها سوا واحد. ببدأ ان انا احط دقيق علشان الرقة ما تلزقش معايا. طبعا كنا بنخبز هنا انا وحماتي. زي ما انتم شايفين كده طبعا احنا عاملين كمية كبيرة، وطبعا الكمية دي تكفي المشاريع اللي عايز يعمل مشروع او كده. زي ما انتم شايفين كده اهوت بركز على الاطراف ان انا بفردها معايا كده زي ما انتم شايفين عشان تترقي معايا وتبقى رقيقة. هنرق العجين زي ما انتم شايفين برضو في بطن ايدينا وعلى كف ايدينا، صوابعنا ما تجيش في العجينه عشان ما تقطعهاش. هنا هنبدا ان احنا نحدف العجينه بقى في الفرن. طبعا الفرن يكون ساخن مسبقا، وهنحدفها كده زي ما انتم شايفين على درجه حراره عاليه من فوق ومن تحت. هنا ما شاء الله العجينه بتاعتنا هي في الفرن بتقب زي ما انتم شايفين كده. لازم الفرن يكون عالي عشان العجين ما يصملش منك، واما يطلع من الفرن هيبقى ناشف ومش هيبقى طري. زي ما انتم شايفين هنا بقى هنبدأ ان احنا نلفها عشان تاخد لون من كل الاتجاهات. زي ما انتم شايفينها طرية اهي في الفرن خالص. وطبعا احنا بنطلع الرقاق وبنسيبه يبرد شوية، يبرد حاجة بسيطة كده، وبعدين بنحطه فوق بعضه عشان ما يعجنش طبعا منك. زي ما انتم شايفين اهوت الرقاق جميل وطري. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.